100% من اللي قلت لهم اطلعوا المرور راحوا ما رجعوش، لان انا مش هساهم ان انا اذهب ارواح. واقعة حقيقية راح ضحيتها أسرة كاملة ربنا يرحمهم، والجاني فيها هو الأخ وبدون علم. عربية نصين، شغل دماغه ورشها واستلمها بالجهاز من جوه وباعها بعد ما تلف مرة وتانية وتالتة. الشاري الرابع هو عايزين نفيد الناس بأن في مناطق ضعف معينة في العربية، إن هو عشان ما يطلعش في المرور في أوقات بيقطع من مناطق معينة قبل الحتت اللي فيها البنى. النهارده حتى الجهاز اليو في احنا بعتنا نجيبه وهنوزعه على المراكز، يبقى احنا كده اثبت الادله ان احنا ضد اللي بيحصل. فردة الشاسيه من هنا لحد هنا وشكرا؟ لا طبعا، العربيه مكمله لحد الاخر. ادي دي الكنبه بتاعت العربيه، في فاصل من عند الشنطه وفي فاصل من هنا من الارضيه. لما انت بتاخد من الفاصل اللي هو بتاع الشنطه ما انت قاطع فردة الشاسيه، عامل دعامه وعامل كل حاجه على راسي. حضرتك انت شهاداتك ايه؟ معداتك ايه؟ عرضت على لجنه فنيه عشان تقدر تعمل حاجه ليها علاقه بالامن والسلامه؟ ما بغيرش حاجه جوهريه. هل ده معناه ان انا راجل في يوم من الايام ما غيرتش نص خلف في عربيه؟ ابقى كذاب لو انا قلت ما غيرتش. لو حد جالي هيغير نص خلفي ببعته المرور الاول. 100% من اللي قلت لهم اطلعوا المرور راحوا ما رجعوش، لان انا مش هساهم ان انا اذهب ارواح. مثلا في العتبه اللي تحت عشان ما يقطعش قطع صريح فبيقطع من مناطق معينه. كل دي اسمها عتبه. لما بنيجي نغير العتبه هو ما بنغيرش عتبه، بنغير الوش بتاع العتبه. ده ملوش اي علاقه بالسيفتي بتاع العربيه. انت بتحرض اهو، قطع السقف ملوش علاقه بالسيفتي بتاع العربيه الا بعد الشر. العربيه اتقلب النهارده. العربيه لو اتقلبت هنا القطعه دي ما بقتش كلها ماسكه ببعضها. مزبوط. انت عامل هنا لحام. اصعب تغييرات في العربيه من وجهه نظري انا هو فكره ان انت تغير نص. ان احنا هنا غير مؤهلين لتغيير الانصاص، مع كامل احترامي لكبارنا واهلنا في الصنعه. عشان كده انا طول الوقت بدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجعلنا من المتقين. فاتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وخليك عارف انها هتلف وترجع لك. لو ما جاتش فيك هتيجي في حد من اهلك. ربنا يحفظكم جميعا.